مرحبا بكم. اليوم راح نعملوا مع بعضنا هاد المملحة اللي هي لي سوفلي مع شوق الجزائريين، يعني كما راكم تشوفوا دي سوفلي مشلفطين حميمرين يشهوا هايلين خفاف، ماهمش معجنين، فارغين من الداخل، طريين من اروع ما يكون. السر راهو في الطريقة يا البنات، ماهوش في المكونات. طريقة تحضير عجينة لي سوفلي راح نقدم لكم طريقة فريدة ورائعة، هي سر من الاسرار يعني نتاع تحضير لي سوفلي باش ما يجوكمش معجنين، يجوكم فارغين من الداخل، يجوكم خفاف مشلفطين كما راكم تشوفوا، بنان هايلين طريين. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو من الاول الى الاخير. ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، هكذا باش توصل لا فيديو لاكبر عدد من الاشخاص. بسم الله، الصلاه على رسول الله. نبداو. هكذا نجيبو حوالي ربع كأس من الحليب يكون دافئ البنات، ونجيبو اي كأس ولا اي حاجة، نديرو هذاك الحليب ونزيدو له ملعقة تكون بومبي من خميرة الخبز متوسطة، بومبي معمرة مليح، ونزيدو عليهم ملعقة ونصف من السكر هكذا كما راكم تشوفوا. نمزجو هاد المكونات مليح مليح بالفوي ولا بالشوكة حتى نذوبو هذيك الخميرة، نحسو لها بلي دابت، ونغطوها ونخلوها تختمر حوالي 5 دقائق. في هذاك الوقت نجيب الفرينة تاعي هكذا، نعمل 3 كؤوس من الفرينة، الكؤوس تكون مملوءة جيدا، ونسيرهم البنات في القصعة نغربلهم هكذا كما راكم تشوفوا، ولا في صحن يكون شوية كبير يعاونكم على العمل، ونخدموهم هكذا. ونزيدوا عليهم نصف ملعقة متوسطة من الملح، إذا نصف ملعقة متوسطة من الملح. نخلطوا هذه المكونات مع بعض، مكونات الجافة. والسر تاع لي سوفلي البنات كما قلت لكم راهو في الطريقة وليس في كثرة المكونات. وهنا نزيدو هذاك الربع كأس نتاع الحليب اللي كنا عملناه مع ملعقة متوسطة بومبي من خميرة الخبز وملعقة ونصف من السكر، نخلطوهم ونبداو نضيفو في الحليب نتاعنا. راني جبت كأس من الحليب يكون دافئ، ولا كنتو في الصيف البنات تعملوه بدرجة حرارة الغرفة هكذا. نخلطو هاد المكونات جيدا مع بعض. فقط البنات هاد العجينة هذه اللي راني نديرلكم فيها تقدروا تعملوها في الصباح وتحطوها في الفريجيدار العشية تخدموها في العشاء عادي، راح تكون ناجحة معكم مليار بالمية أو أحسن من تاعي، لأني ما خليتهاش ريحت بزاف. هكذا نخلطو مليح حتى نحصلوا على عجينة تكون طرية هكذا البنات. نخلطو مليح ومباشرة نحطها على سطح العمل باش نضيفو باقي المكونات. وراح نعت لكم البنات طريقة عجن هاد السوفلي، هذا الطريقة اللي يعملوا بها المحترفين يعني، والناس اللي يخدموا السوفلي هكذا. نبدا ندلك فيها غير بالعقل حتى هكذا باش نحاول نتحصل على عجينة تكون ملساء هكذا البنات كما راكم تشوفوا. ندلكها واحد 2 دقائق، لاحظوا معايا مليح طريقة الدلك تشبه في طريقة تاع المسمن، يعني ما نقطعوش العجينة نتاعنا. والآن راح نجيب البنات السكين ونعمل لها هاد الحركة هذه هكذا، نفتحها داير ساير كاملة بالسكين كما راكم تشوفوا هكذا. ونجيبو ملعقة متوسطة من خميرة الحلوى، أي ما يعادل 5 غرام هكذا البنات. ندخلو هذيك الخميرة في لاباط نتاعنا. هنا الخميرة ما نضيفوهاش من المرة الأولى هكذا باش ما تمدش المفعول نتاعها في الأول، يعني مع هذوك السوائل. حنا نحبو تمد المفعول نتاعها في الأخير باش يجينا السفلي نتاعنا مشلفط هكذا كما راكم تشوفوا البنات. نعجنها والآن نعاود نفس الحركة بالسكين. لما دخلت هذيك الخميرة، خميرة الحلوى مليح في العجينة نتاعي، نجيب السكين نفس الحركة وندير الملعقة الأولى من الزيت
هكذا كما راكم تشوفوا. وندخل هذاك الزيت في العجينة، وتبقى لي الملعقة الثانية راح نضيفها بنفس الطريقة. نقطع العجين تاعي بالموس كما راكم تشوفوا هكذا. ونضيف الملعقة الثانية من الزيت. يعني البنات السر تاع السوفلي ماهوش في كثرة الزيت ولا الإدام ولا البيض، لا ماهوش هذا هو السر نتاعو. شوفوا لي السر راهو في الطريقة ماهوش في المكونات. هنا ندخل هذيك الملعقة تاع الزيت مليح في العجينة نتاعي كما راكم تشوفوا هكذا البنات. حتى نحس باللي الزيت راهو انسجم تماما مع العجينة، ونعاود نقطعها ونكمل العجن نتاعي يا البنات هكذا كما راكم تشوفوا. هنا لما نشوف باللي الزيت نتاعي راهو دخل مليح في العجينة راح نكتفي، وما تحاولوش تزيدوا اكثر من هكذا الزيت البنات، لانه هذه الكمية راهي كافية لهذا الكمية نتاع الفرينة. يعني الكاس اللي استخدمت البنات راهو الكاس من حجم 220 ملي كما راكم تشوفوا هكذا. نديرها في صحن ونخليها تختمر واحد الساعة البنات. واللي حبت تخدمها الصباح وتخدم لي سوفلي تاعها في العشية تحطها في الثلاجة. اللي حبت تخليها تختمر أكثر من ساعة ديرها في الثلاجة. هنا ندير شوية تاع زيت في الصحن نتاعي، نغطي الصحن مليح ونخليها تختمر من نصف إلى ساعة. أنا خليتها ساعة كاملة، يعني الوقت اللي وجدت فيه الحشو نمر مباشرة إلى الحشو نتاعنا. نجيبو مقلة نديرو فيها شوية تاع الزيت، حوالي ملعقتين من الزيت كما راكم تشوفوا هكذا. ونديرو فيها بصلة متوسطة اللي كنت قطعتها رقيق كما راكم تشوفوا البنات، ونديرها تقلى. وفي المقلات الاخرى نديرو ايضا شويه تاع الزيت، وعندي ربع صدر دجاج راح ندير ربع صدر دجاج. يعني ندير له الملح، شويه تاع الملح ما نكثروش البنات الملح، شويه ملح نضيف عليه توابل الدجاج فقط، هذا واش درت له. ونقليه مليح. هنا البصل نتاعي راح ندير له ربع ملعقه من الملح، ولما تقلى مليح البنات نروح نرجع للدجاج درت له توابل الدجاج والملح فقط. أما البصل درت له ربع ملعقة من الملح وزدت له التوابل كل واحد واش يحب، فلفل أسود، راس الحانوت، فلفل أحمر، يعني ملعقة متوسطة من الطماطم، طماطم مصبرة، وحطيتهم يتقلاو مليح البنات. أنا البصل ما درت له ولا قطرة تاع الماء، يعني ما درتلوش الماء كامل، خليه يتقلى على نار هادئة. ولما تقلى لي مليح كما راكم تشوفوا راني عندي 3 حبات من طماطم، يعني يكونوا حجمهم متوسط طيبين مليح. راح نضيفهم على هذاك البصل اللي كان تقلى مع التوابل، ونكمل حتى ينشفوا معايا مليح وصايب. نروحوا هنا للعجينه نتاعنا بعد ما ريحت وراهو ضاعف الحجم نتاعها البنات. نحاول اني نقطعها. هنا راهو خرج لي 13 حبه، راني عملتها على 13 حبه. اللي تحب لي سوفلي نتاعها يكونوا بحجم اكبر دير 12 ولا دير 10 كما حبت هي. أنا هنا درت 13 حبة يا البنات، يعني راكم تشوفوا نورمالمون كاينين 12 ولكن زدت نقصت من كل وحدة شوية وخرجت الحبة رقم 13 هكذا حبيباتي كما راكم تشوفوا. ونشكل هنا لي بولات نتاعي نشكل لي بولات نتاعي تاع لي سوفلي هكذا، نشكلهم كاملين ونغطيهم ونخليهم يريحوا واحد ل5 دقائق يا البنات هكذا كما راكم تشوفوا. راني شكلتهم كاملين، نغطيهم باللاستيك الغذائي ونخليهم يريحوا واحد ل5 دقائق. بعد ما يريحوا 5 دقائق البنات راح نبدا نطرح فيهم، يعني نعطيهم الشكل البيضاوي. هذا هو الشكل تاع لي سوفلي المتعارف عليه. هنا نطرحهم بالحلال، نحاول نمدلهم البنات الشكل البيضاوي كما راكم تشوفوا فيا هكذا. يعني نديرو الفرينة ونردو البال
ونطرحوها رقيقة البنات، مش رقيقة حتى يولي سطح العامل يبان، ولكن نطرحوها رقيقة، نطرحوهم كاملين يا البنات ومن بعد نبداو نعملو في الحشو نتاعنا. هنا البنات أنا استخدمت جبن الطلي، يعني نحط الجبن أولا، بعد نحط كمية من الدجاج، ها هو الدجاج تاعنا، ومن بعد نديرو الطماطم على حدة الجبن ومن بعد الدجاج ومن بعد الطماطم هكذا باش ما يخرجلناش الحشو على العجين وما تقطعناش العجين تاعنا. درت شويه تاع الزيتون مقطع ودرت الجبن المبشور. هنا راح نعمل الاطراف نتاع الحبه تاع السوفلي نتاعنا بالبانسو والماء ونحاول اني نلصقهم هكذا. من الافضل البنات انه نعملوا هذيك الضفيره احسن باش نضمنوا ما يتفتحوناش لي سوبلي في الفرن لانهم راح ينتفخوا شويه هكذا كما راكم تشوفوا. وحتى نكمل الكميه اللي تدور جوج لي في السنيوه، نخليهم يريحوا واحد 5 دقائق ومن بعد نديروهم في الفرن هكذا البنات حتى نكمل كامل الحبات. انا عملت لكم حبه واحده لانه لا فيديو راح يكون طويل بزاف لو كان نعمل لكم كامل الحبات. بعد ما كملت البنات جبت صفار البيض، درت له شويه تاع الخل وشويه تاع الحليب كما راكم تشوفوا وراح نعملهم هكذا. درت حبه تاع الزيتون في الطرف ودرت شويه تاع الججلان عليها ونخليهم يريحوا واحد 5 دقائق ونحطوهم في الفرن هكذا البنات. الفرن نكون سخنته مسبقا. وهاوليكم السوفلي تاعنا مشلفط بنين الله الله خفيف فارغ من الداخل، يعني رائع جدا جدا. ان شاء الله تجربوه. سلام.